في مقلاة ساخنة نضيف القليل من الزيت، ثم نضيف حبة بصل مقطعة. نشوح البصل ونتركها حتى تدبل. عندما يدبل البصل نضيف حبة فلفل أخضر وحبة فلفل أحمر، القليل من الفلفل الحار، ونقليهم مع بعض. بعد ما يتقلى الفلفل والبصل نقوم بإضافة نصف صدر دجاج، بعدها نضيف نصف ملعقة من الملح، توابل الدجاج، فلفل أحمر، فلفل أسود، كمون، زنجبيل مطحون، وثوم بودرة. بعدها نضيف ملعقة كبيرة طماطم مركزة، نخلطهم مع بعض. نقوم بتقطيع حبات البطاطا حسب الشكل المراد، ثم نضيف لها نصف ملعقة ملح ونقوم بقليها. نقوم بتحضير صلصة البشاميل، نذوب ملعقة زبدة، ثم نحمص ملعقة طحين في الزبدة، نضيف تدريجيا كأسين حليب، نضيف لها أي نوع جبنة متوفرة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود، كمون، ثوم بودرة، وفلفل أحمر، ونصف ملعقة ملح. نخلطهم مع بعض ونتركها حتى تتقل. في كؤوس نضيف قليل من صلصة البشاميل، ثم البطاطا المقلية، بعدها نضيف الدجاج، وصلصة البشاميل، ونرش فوقها قليل من الجبن، ثم ندخلها الفرن.